السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم معنا. رجعنا معكم لي فلوق من جديد ورجعنا معكم الوثائقيات. بما انني كنت جات لي الظروف هنا لمدينه افران والقضيه مبرده والجو زوين والشتا طيح، قلنا اننا نشاركوا معكم هذه الاجواء ونضربوا شي دويره هنايا في مدينه افران وكاملين نستمتعوا ان شاء الله بهذه الاجواء هذه، ونوريكم المناطق اللي زوينه هنا اللي يقدر الانسان يجي يستمتع ويزورها. مدينه افران غنيه التعريف، واحد المدينه اللي صغيره ونقيه وكيجيو لها السياح من جميع انحاء المغرب ولا حتى السياح الاجانب، فلذلك يعني تصنفات واحد المدينه من انقى المدن اللي كاينين في المغرب، ولذلك يعني فيها السياحه على طول العام. وبالرغم من ذلك يعني السياحه باش معروفه هنايا في مدينه افران بالضبط الوقت اللي كيجيو لها الناس بزاف، فهنايا في شهر واحد اللي حنا حاليا دابا فيه، وكيكون الثلج وكتكون القضيه مبرده. عشاق ديال الكرم، الناس اللي كيبغيو يتبردوا، الناس اللي كيبغيو يعيشوا هذه الاجواء الرومانسيه، الناس اللي مزوجين ولا اللي اون كوبل، لما حنا السيليباتير نتمشاو وحدنا. مرحبا بكم الاخوان، نديروا ان شاء الله واحد الدوره زوينه ونوريكم مدينه افران بعدسه فؤاد بن سعيد. مرحبا بكم معنا من جديد. ليتس جو. ثورة عن شعب الحال الاخوان الحاجه اللي زوينه دابا حاليا هنا هي ان مدينه افران خاويه، مازال ما عمراتش، مثلا الناس ما جاوش لهنا لان الثلج ما كاينش، غير البرد وشويه الشتيوه. فالجو صراحه زوين بالنسبه لبنادم اللي بغى يتكالما، بنادم اللي بغى ياخذ راحته هنايا، الاجواء مناسبه. هو بيني وبينكم واحد البرد هنا راه لا يمكن، لا يعقل ان هذا البرد هذا كامل هنا. وحنا حاليا 0 درجه حاليا في افران، يعني راه بالليل راه كتهبط تحت الزيرو، فالقضيه مبرده بزاف. الاخوان يدي بداو تيجمدوا، غادي نمشيو للسونتر نشوفوا السبع اللي ناعس ونشوفوا القضيه واش عامره تما في السونتر بلا ولا خاويه بحال هنا.